بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره حافظ. النهارده حلقه مميزه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. عزيزي المشاهد، النهارده معايا ضيوفي اللي مشرف انه منورين. على الشمال لليمين ولا اليمين للشمال؟ ها؟ من اليمين للشمال معانا الاستاذ عبد الله، اهلا بيك. اهلا بك يا محمد. عامل اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الدنيا الدنيا تمام. تمام كويس. قرب المايك كده وظبط الكلام. هنعمل ايه بس؟ ما ينفعش كده. عامل ايه الدنيا؟ من الشمال لليمين معانا الكابتن محمد سعيد. اخبارك ايه يا كابتن؟ والله الحمد لله. علي صوتك. الله يخليك يا حافظ. الدنيا والله الحمد لله تمام بخير. الشغل شغال. الحمد لله طيب على تمام بركه تمام. الله، الحمد لله. رمضان كريم في البدايه. الله. عندنا بص حلقه سخنه زي ما بيقولوا كده. ان شاء الله. الاهلي الفريق المليار زي ما بيقولوا كده، تمام. والزمالك اللي بيعاني. الاهلي بيتعادل مع زد والزمالك بيفوز على بيراميدز في مفاجاه الموسم والاسبوع. اديني رايك كده في الماتش بتاع الاهلي في البدايه وبعد كده ندخل على الزمالك. قبل ما قرب المايك كده اتكلم شويه. في اي حاجه طبعا، انا هدخل في موضوع اهلي والزمالك كده خطف، يعني خطفه كده بسرعه بس. تمام. للاهلي زي ما بنقول عامل سكواد عالي قوي، صارف على صفقات، جايب لعيبه، ما عندوش ازمات في اي حاجه. غير مثلا الطرف الثاني اللي هو للزمالك في ازمات، 12 قيد، قيف موقوف بالاداء اللي هم ظاهرين بيه. لا فالزمالك لا بس حته ثانيه خالص. بص يعني هنروح للزمالك ونتكلم عليه باستفاضه، بس عايزك تقول لي هو الاهلي ليه ظهر بالشكل الوحش ده؟ ظهر بشكل وحش. انا ممكن بتكلم في حته الفنيات. تمام. الفنيات مثلا يعني تروب، زي نظام اللي هو مثلا ما عادش عنده حلول. هو لحق. الحلول اللي هي كانت عنده زي ما ظهرت في اول ماتش واثنين، اللي هي بشتغل مع الباك والهاف اللي هو للباك ياخد الباك بتاعه الثاني اللي هو الخصم الثاني، وبيشغل الجناح بتاعه اللي هو بيبقى متساب او زي بيقول فاضي تماما، فبيبقى واخد يعني معنى كلامك كده عشان بس الناس تبقى فاهمه الموضوع، هل كده معناها انه يسترب بسم الله الرحمن الرحيم هو شط الكوره فسلام عليكم بوسه حضن كبير ويتفضل يمشي؟ تمام كده. تمام. هو ده طيب. الحل الوحيد. قول لي رايك يا بيه. قول لي رايك، لان انت رايك مثير للجدل دايما. يلا يا باشا عيش. بص، هو طريقه لعبه اتحفظت خلاص. يستروب مثلا بيلعب تشكيلته مثلا بتبقى اللعيبه مش في مركزها، ده عامل جدل كبير في الملعب. اللعيبه مش في مركزها. اللعيبه مش مركزه، اول حاجه مش في مركزها، واللعيبه برضو مش مركزه. يعني اقول لك حاجه، اللعيبه دي بمليارات. بس انا اقول حاجه يعني، اقول حاجه بصراحه يعني، في الروح الفانلة الحمراء دي مش موجوده صراحه. هو في تصريح يمكن عايز تشاركوني في الموضوع ده. تصريح ليستروب بيقول لك انا بوعد جمهور الاهلي انه الاداء اللي شفتوه في الملعب ده مش هتشوفوه تاني، ومن البدايه من الماتش اللي جاي هيكون في اداء مختلف ونلعب بشكل مختلف وبروح ثانيه. فقول لي رايك انت في التصريح ده ايه؟ وشايف ان هو هل ده دب حنق زي ما بيقولوا ولا لا ده هو فعلا هيعمل حاجه كويسه؟ بص، هو قال كذا، يعني قال التصريحات دي كذا مره. قال على بالعمري مثلا ما كانش بيلعب، كان بيلعبوا اخر 10 دقائق، ودي ظهر لما لعب اخر 10 دقائق وطلع في المؤتمر الصحفي، والصحفيين اتكلموا معاه وقالوا له بالعمري لازم يلعب، وبالعمري مستواه حلو. نزله من اول مباراه وعمل فرو وخد مان اوف ذا ماتش قبل كده، والدنيا كانت تمام معاه. عندك تريزيجيه برضو بيقاتل وغير الملعب اول ما نزل. عندك حسين الشحات، عندك لعيبه كتير بتعمل فروقات في الملعب، انت مش بتلاعبهم. عندك طاهر، انت المفروض ما تعتمدش على طاهر في الملعب. يعني انت شايف التصريح ده هو ضرب؟ بس هو بس عشان يفوق يعني الجمهور، بس عشان يمشي مع الجمهور بس. طيب انا عايز بقى قول لي رايك في التصريح ده، ولو في حاجه عندك ضيفها برضه. انا يعني اتمنى اللي هو يبقى الكلام ده نشوفه في ارضيه الملعب. يعتمد على عناصر كتيره، بلاش الروتيشن في حراسه المرمى كتير. يعني زي ما شناوي ولا مصطفى شوبير من الاخر؟ لا شوبير طبعا بفرق شاسع. الشناوي انا ما عنديش اي مانع اللي هو يقعد دكه
بس ما يخرجش عن الاهلي اللي هو ليه دور كبير جدا جوه اوضه اللبس يعني. شناوي. فانا يقعد دكه دي اضافه للفريق. طيب في حاجه مهمه، يسترب من اول ما جه هو عمال يدي ايه؟ تصريحات، اصل اللاعب الفلاني مش هيلعب، اصل اللاعب الفلاني امكانياته ضعيفه، اصل انا بالنسبه لي فلان الفلاني ده هو الاساسي. قول لي رايك لما اتسال في المؤتمر الصحفي كده، اتسال عن انه مين الباك الشمالي الاساسي بالنسبه لك؟ قال احمد نبيل كوكا. فجاه بنشوف احمد نبيل كوكا بقدره قادر مش موجود في التشكيله الاساسيه، وبنشوف مين؟ يوسف بالعمري. قول لي رايك ايه اللي حصل؟ في قصه بقى بين عمري وكوكا. كوكا بقاله فتره بيلعب باك رايت، باك ليفت. فده مش مركزه اصلا، وهو اللاعب نفسه مش حابب المركز. في نفس الوقت عشان انا هلعب في المكان ده اقل حاجه لازم انا هلعب فيه سنه عشان هاخد كل تمركزاته وكل واجباته. فانت جايب صفقه تقيله اللي هو يوسف بن عمري. يوسف بن عمري بيلعب من صغره وهو ناشئ وهو في البراعم بيلعب باك ليفت، فمركزه فحافظ واجباته. ما حسسناش ان هو مثلا 70% دفاعيا و30% هجوم. ده كله احنا شايفينه قريب من خليفه علي معلول. قريب منه ولا لا؟ خليفه علي معلول بالنسبه لي قريب يعني. اديله نسبه كده، قول لي هو كام في المية من علي معلول؟ انا مش هقول كام في المية، ان انا مش اللعيبه دي اللي تتقيم كده. علي معلول اسطوره طبعا واحنا عارفين كده، ياما جاب بطولات لنادي الاهلي. فهو يعني هي خليفه علي مع معلول اشياء. خليفه علي معلول.